السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفراخ اللي قدامكم ديت عمر 55 يوم. انا ليه نشرت الفيديو ده؟ نشرته لان انا جالي فيروس في الفراخ دي. هتكلم عنه النهاردة عشان تبقى غير يعني انتوا تستفيدوا. جالي فيروس اسمه الجمبورو او الجمبورة. الفيروس ده فضل لازق عندي في الأوضة 4 دورات ورا بعض، وانا ما كنتش اعرف ده ايه. الفرخ عند عمر 20 يوم يبدأ يكش وينفش ريشه وبوزه حطه في الأرض في السبلة. وتاني يوم وبيموتوا بأعداد. يعني أول يوم مات مثلا 5، تاني يوم مات 7، تالت يوم مات 10. بعد كده النافق بيبتدي يقل. يعني مثلا خامس يوم يبتدي يقل، يعني مثلا 4، بعد كده 2، بعد كده 1. انا اتعاملت ازاي مع الفيروس ده بقى؟ انا ما كنتش اعرف، كنت بحط مضاد حيوي. فالمضاد الحيوي كان بيقضي على القطيع كله. كان عندي قبل كده دورة فيومي كله مات، لان انا كنت بتعامل بالمضاد الحيوي. طلع ان غلط ان احنا نحط للفيروس مضاد حيوي، للفيروسات عموما، النيوكاسل والجمبورو. فتعاملت ازاي؟ ببتادين الجروح. بقيت احط 12 ساعة بتدين جروح 1 سنتي على اللتر. وال 12 ساعة التانيين احط فيتامين ورافع مناعة بس، مش اكتر من كده. ارفع مناعة الطائر واحط الفيتامين واحط لهم البتدين، وارش على جسمهم من بره. جبت بخاخة وحطيت عليها بتدين بمية ورش على جسمهم. طب نتلاشى الفيروس ده ازاي؟ ان احنا نطهر الأوضة على طول، نطهر مكان القطيع على طول بالكلور والبتدين وبالبودرة السيراميك، نرشها. وبعد كده نحط النشار. الفراخ دي كانت 100، مات منهم 15. ده انا لو ما كنت ده الكلام ده بقى لو كنت حطيت مضاد حيوي كانوا ماتوا كلهم. فانا الرسالة اللي بقولها النهاردة ان لو جالك الفيروس ده عندك في الطيور بتاعتك ما تقلقيش خالص. اولا تعزلي اللي هم مصابين بسرعة، تشيليهم، لانه عامل زي الهوا بيطير. بتلاقي تاني يوم 10، تاني يوم 20. تعزلي المصابين، وبعد كده تتعاملي بتدين الجروح ورفع مناعة ومضاد وقصدي اسفة فيتامين. وترشي وتنضفي الأوضة على طول وتطهري الأوضة. هتلاقي الفيروس ده راح، وإن شاء الله ربنا يسلم ليا وليكم، وربنا يبارك لكم في الطيور بتاعتكم ويبارك لي كمان. عايزاكم بقى تدعموني تحطوا لي لايك كده حلو منكم تشجيع، علشان انزل لكم فيديوهات تانية. الفراخ دي انا جايباها بغرض البيض. يعني في انواع كتير، بس احسنهم البلد المشعر اللي هو ده. للي مش عارف، ان البلد المشعر ده هو تهجين ساسو مع بلدي، بنسبة تهجين بس مش عالية. يعني الفرخ لو في البلدي بيدي كيلو وربع، ده بيدي كيلو ونص، كيلو 600. احسن نوعين جربتهم البلدي الحر والبلد المشعر. اما الفيومي اللحم ده ممكن كل يومين بيضة، كل يوم ويوم بيضة كده يعني. هو احسن في اللحم لانه ما شاء الله الفرخة بتوصل 3 كيلو والديك بيوصل 3 كيلو. فهم احسن لحم مش بيض. البيض البلد المشعر والبلد الحر، دول احسن انواع. السلام